السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية حابب أشكر على حضراتكم على حسن المتابعة، وبشكر الناس اللي اشتركت عندي في القناة، وأتمنى الناس اللي ما اشتركتش تشترك عندي في القناة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله نبدأ النهاردة بتهانينا للنادي الأهلي وفوزه الكبير النهاردة على نادي المقاولين بنتيجة 4-1. مستر كولر السنة دي بيعمل مع الأهلي موسم ما شفناهوش من زمان جدا، من 2006 و2008 والمواسم الجميله دي، ايام الفريق بتاع ابو تريكه وبركات والناس الجميله دي. طيب اسمحوا لي ان انا اطلق لقب كده على مستر كولر، هسميه كولر العمده. كولر العمده قرب من قياده النادي الاهلي لانجاز تاريخي في الدوري العام. لو الاهلي فاز الثلاث مباريات اللي ناقصين في الدوري هيكون حقق كده 90 نقطة، وكده ال 90 نقطة دول محدش في الدوري على تاريخ الدوري حقق 90 نقطة. ان شاء الله بإذن الله ربنا يكتبها للنادي الأهلي، وهيكون طالع من موسم بلا هزيمة. فان شاء الله باذن الله ربنا يكتبها للنادي الاهلي، ومستر كولر واللعيبه دول يفرحونا ويفرحوا جماهير النادي الاهلي. طيب النهارده الماتش بتاع المقاولين، مستر كولر بدا التشكيل بتاعه بالشناوي وربيعه، خالد عبد الفتاح، مع كوكا، محمد فخري، ديانج، عبد القادر، وكريم الدبيس، وطاهر محمد طاهر، ومحمد شريف، وكريستو. وفي الشوط الثاني نزل عبد القادر وبيرسي تاو وكهربا وعلي لطفي في الشوط الثاني. طيب النهارده احرز الاهداف بتاعه النادي الاهلي محمد طاهر احرز هدفين، ومحمد شريف احرز هدف، وديانج احرز هدف. طيب والزمالك النهارده لعب برضو مع نادي فاركو واتعادل 2-2. هنتكلم الاول على الاهلي وعلى صفقات الاهلي، وهنتكلم على نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك وجماهير النادي الزمالك بعد اخبارنا عن النادي الاهلي. طيب هنبدا الاول باخبار النادي الاهلي برضا سليم. كنا اتكلمنا على رضا سليم اللاعب المغربي، وقلنا الاهلي بيفاوضه، والكلام الايام اللي فاتت الدنيا هديت قوي في الكلام على رضا سليم، وبعد كده رجعت الدنيا رجع تاني الكلام خلال يوم او يومين اللي فاتوا دول. رجع الاهلي بيفاوض رضا سليم وبيفاوض الفريق بتاعه، وان شاء الله باذن الله الاهلي يقدر يتفاوض مع اللعيب ومع النادي بتاعه ويضمه للنادي الاهلي في الموسم الجاي ان شاء الله. ولو رضا سليم اتضم، القندوسي كده هيخرج اعاره، لا يخرج بيع نهائي، لان بنسبه كبيره قوي انا شايف كولر مش مقتنع بالقندوسي، مع انه لعيب كويس قوي ولسه سنه صغير، ونتمنى له خير ان شاء الله. طيب امام عاشور والضجه بتاعت امام عاشور جاي، امام عاشور مش جاي، امام عاشور مصاب، ده عنده اصابه مزمنه. يا جماعه امام عاشور ما عندوش اصابه مزمنه، امام عاشور كانت اصابته محتاجه بس تأهيل شويه. الراجل قدامه اسبوعين 3 بالكتير قوي ويقدر ينزل التدريبات الجماعيه ان شاء الله باذن الله. ينزل يبدا فتره الاعداد بتاعه النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمه، وهنشوف لعيب كويس جدا ولعيب مفيد جدا للنادي الاهلي. احنا قلنا قدامه اسبوعين 3 فتره تأهيل ويقدر ينزل الملعب ان شاء الله. طيب الاعلان عن امام عاشور النهارده او بكره بالكتير قوي الاهلي هيعلن عن امام عاشور. اللي مؤخر الاعلان بتاع النادي الاهلي مش اللاعب عنده اصابه او اللي ما مضاش مع الاهلي او الاهلي ما خلصش مع النادي بتاعه، لا الحاجات دي كلها خلصانه، واحنا اتكلمنا عن الموضوع ده من زمان جدا وقلنا امام عاشور خلصان في النادي الاهلي. طيب قصة امام عاشور ايه؟ قصة امام عاشور الاهلي كان عايز يعلن صفقة امام عاشور وصفقة المهاجم، والمهاجم بتاع النادي الاهلي احنا اتكلمنا عليه وقلنا اللي هو لعيب برازيلي واسمه سوزا ده عنده 30 سنة، لعيب هيدرز كويس قوي، بيعرف يشوط برجله اليمين وبرجله الشمال حلو قوي، بيعرف يهدف من بره ال 18، رجله كويسة قوي على الجون، هو لعيب محطة، هو مش حريف يعرف يمرقص ويعمل الكلام ده كله، اتكلمنا عن الموضوع ده، لا هو لعيب محطة ولعيب هيدرز، لعيب بتاع جون، يعني اللي هو يعرف يهدف ويعرف يجيب الجون، يعرف ياخد 2 مدافعين معاه ويفضي
الطريق ويفضي الحته اللي قدام دي للناس اللي جايه من تحت زي بيرسي تاو، حسين الشحات، قفشه جاي من تحت. الناس دي كلها يقدر يفضلها مكان، ويقدر الكرات العرضيه اللي يشوط من بره يقدر يخلص لنا الكور اللي احنا ما بنقدرش نخلصها. كهربا مثلا ما بيقدرش يخلص كور زي دي كتير، شريف برضو ما بيلعبش بيده كتير، فالراجل ده يخلص لنا القصه دي، وان شاء الله باذن الله هنشوف مهاجم كويس جدا 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 في النادي الاهلي. طيب بن شرقي، قلنا بن شرقي هو دلوقتي بقى لعيب فريق. بن شرقي لعيب كبير جدا ويستاهل اي مبلغ، بس للاسف الاهلي مش هيبوظ اوضه اللبس بتاعته ويدي لبن شرقي 2.5 مليون دولار في الموسم. صعب جدا 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 اللي لعيب زي حسين الشحات او الشناوي ياخدوا 15 مليون او 20 مليون مثلا بالاعلانات بالكلام ده كله، واحد زي بن شرقي ياخد 100 مليون. كتير قوي. الاهلي طبعا عمره ما عمل القصه دي وعمره ما يعملها. لو هيجي زي علي معلول او بيرسي تاو مثلا مليون 200 مليون 300 الف دولار، في الحاله دي يقدر الاهلي يتعاقد معاه. بن شرقي مفيد جدا للنادي الاهلي، مفيد جدا للنادي الاهلي، حريف يقدر من واحد لواحد يقدر يعدي من اي حد، اي مدافع بن شرقي يعرف يعدي منه، بيعرف يجيب جول. بيلعب باليمين وبيلعب بالشمال، بس برجله الشمال اكتر، بس هو لعيب حريف ويستاهل. وكمان في النادي الاهلي للاسف مستر كولر مش مهتم قوي ببن شرقي، هو مهتم بكام لعيب كده وعايز يضمهم، وان شاء الله باذن الله ربنا يكتب لنا فيهم الخير ونضمهم على خير ان شاء الله. طيب بوبو احنا اتكلمنا عليه وقلنا يا جماعه بوبو بنسبه كبيره قوي خلصان، بس في الرتوش الاخيره مع النادي فيوتشر هو ومحمود مرعي، وقلنا ان شاء الله باذن الله دول لو اتضموا للنادي الاهلي هيعملوا فارق كبير قوي في خط النص، ومرعي في خط الدفاع مع محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعه. هيقدر يبقى عندنا سكواد كويس وعندنا بدائل كويسه، وان شاء الله باذن الله الفريق بتاعنا ان شاء الله باذن الله يبقى قوي عشان نقدر ننافس في البطولات اللي احنا داخلين فيها. الزمالك لعب النهارده احنا قلنا وتعادل مع نادي فاركو 2-2. طيب نادي الزمالك، لعيبه نادي الزمالك والمدير الفني بتاع نادي الزمالك مصر يزعل جماهير النادي الزمالك. الجماهير وراه في كل حته ووراه في كل ماتش، ومن اول دقيقه لاخر دقيقه بيشجعوا نادي الزمالك وبيشجعوا اللعيبه بتاعته. هل الجماهير دي يعني تستاهل اللي اللعيبه بتعمله معاهم؟ لا طبعا. انت فريق كنت متقدم من الدقيقه، يعني جبت جون في الدقيقه 24، بعدها باربع خمس دقايق جبت الجون الثاني 2-0، تقدر تدوس وتقدر تحرز اهداف وتقدر تعلي السكور بتاعك، بس للاسف الزمالك المواقف دي بتحصل له كتير. قدر يرجع فاركو للمباراه وقدر يتعادل مع الزمالك 2-2، والجماهير مشيت زعلانه، والجماهير اللي كانت في الملعب مشيت زعلانه، والناس اللي كانت بتتفرج على الماتش زعلانين. فاتمنى باذن الله الخير لنادي الزمالك، و نتمنى له اللي هو الموسم الجاي يضم الصفقات اللي هو محتاجها. هو محتاج، قلنا محتاج صفقات كتير جدا، لان انا اتمنى اشوف الزمالك فريق قوي. لما يكون الفريق الزمالك قوي والاهلي قوي بيبقى فيه منافسه كويسه. يعني ما خلصت انا الدوري قبلها باربع خمس اسابيع وابقى قاعد مثلا مرتاح وعارف ان انا واخد الدوري، واتفرج على المطوشه اللي هي الباقيه او المباريات الباقيه دي من غير نفس او من غير متابعه جيده. ده حال اي جمهور من الجمهور بتاع الاهلي والزمالك لما يكون حاسم البطوله قبليها باربع خمس اسابيع. الزمالك مستر اسيرو ادى اللعيبه النهارده 5 ايام اجازه، ان شاء الله باذن الله اللعيبه ترجع للتمرينات يوم السبت القادم لاستعدادها للبطوله العربيه، ونتمنى الزمالك يضم قلنا كام لعيب يقدر يلعب بيهم في البطوله العربيه، لان البطوله العربيه السنه دي قويه جدا جدا جدا، والفرق المشتركه فيها قويه جدا جدا، فنتمنى له الخير ونتمنى له التوفيق. طيب مصطفى فتحي يا جماعه، احنا عارفين مصطفى فتحي لعيب خطير ولعيب جميل ولعيب حريف جدا، وبيشوط وبيقدر يعدي برضه زي ما قلنا على بن شرقي، هو نفس الكلام على مصطفى فتحي. مصطفى فتحي يلعب وينج شمال وبيلعب وينج يمين، وتقدر تستفاد منه في الحتتين دول، وتقدر تستفاد منه تحت راس الحربة كصانع العاب.
طب مصطفى فتحي كلام كتير قوي اللي هو رايح الاهلي، لا ده هيقعد في بيراميدز، لا هيروح الزمالك. مصطفى فتحي احنا قلنا اللي هو لعيب زملكاوي وبيحب نادي الزمالك، هو مستني موقف نادي الزمالك يشوف هيعمل ايه معاه، اذا كان هيقدر يضمه من نادي التعاون ولا مش هيقدر يضمه. لو ما قدرش يضمه نادي الزمالك من نادي التعاون ويقدر يخلص اللعيب من نادي التعاون السعودي، الاهلي كده بنسبه كبيره قوي مصطفى فتحي هينضم له ان شاء الله. ومصطفى فتحي سواء انضم للنادي الاهلي او لنادي الزمالك او لنادي بيراميدز فضل فيه، هيفيد الثلاث انديه. يعني النادي اللي هو هيتفضله ويختاره ويخلص معاه هيفيده جدا جدا جدا، لانه هو لعيب قلنا لعيب محوري ولعيب كويس جدا، وباذن الله نتمنى له خير. زيزو والكلام على احتراف زيزو. زيزو جاي له عروض كتير جدا، جاي له عروض من البرتغال، جاي له عروض من تركيا، جاي له عروض من الخليج. احنا عارفين ان زيزو لعيب كبير ويعتبر اغلى لاعب في الدوري المصري دلوقتي، ويعتبر احسن لاعب مع حسين الشحات مع بيرسي تاو مع كام لعيب كده من النادي الاهلي، يعتبروا من احسن اللعيبه اللي موجودين دلوقتي في مصر. نتمنى لزيزو الخير، وهو لعيب كبير ويستاهل كل خير بصراحه. الراجل بينزل كل ماتش اكنه ماتش نهائي، الراجل بيلعب ما بيأثرش في اي حاجه، ما بيقولش انا احسن لعيب العب، طب العب على قدي، طب العب على قد الماتش، لا لا الراجل بيدافع ويهاجم وبيروح على الجون ويشوط ورجله حلوه قوي على الجون. فنتمنى له الخير ان شاء الله. انا شخصيا اتمنى له يقعد في نادي الزمالك، لان انا اتمنى اشوف الزمالك الموسم الجاي فريق قوي ان شاء الله. احنا قلنا الزمالك هيرجع ان شاء الله باذن الله تدريباته يوم الخميس يوم السبت ان شاء الله، و هيبقى في استعدادات ان شاء الله باذن الله للبطوله العربيه. في النهايه بهني النادي الاهلي على فوزه النهارده، وباذن الله بهنيه على استلامه ان شاء الله باذن الله درع الدوري في مباراه حرس الحدود هتكون يوم الاحد الجاي، ويوم الاربعاء هيكون مباراه البيراميدز، ويوم الاحد اللي بعديه هيكون مباراه المصري، وهيكون دول كده اخر 3 مباريات للنادي الاهلي. اتمنى له التوفيق بحيث يطلع موسم من غير هزيمه خالص، ويكون عمل عدد نقاط ما تكررش ان شاء الله باذن الله الا مع مستر كولر. في النهايه بشكر حضراتكم على حسن استماعكم ليا، وبشكر الناس اللي اشتركت عندي في القناه، واتمنى الناس اللي ما اشتركتش تشترك عندي في القناه. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.